بالأيام الجاية العراق على موعد مع استضافة بطولة خليج 25 بالبصرة. هاي البطولة اللي انحرمنا من تنظيمها من عام 1979 إلى حد هاي اللحظة. وراها دخلنا بدوامة من الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، حرمتنا من تنظيم أي بطولة بل حتى من اللعب على أرضنا. صحيح البطولة مو بذيك القوة، لكن قوتنا بتنظيم هاي البطولة راح ينعش الرياضة العراقية، وراح يفتح لنا آفاق اجتماعية وسياسية واقتصادية ورياضية. فخلينا كل احنا نكون جزء من تنظيم هاي البطولة ومن إنجاح هاي البطولة. الحمل ما يوقع على الحكومة بس، بل يوقع على العراق كله بحكومته وشعبه. شفنا البصرة واستقبالهم الخرافي للأخوة الخليجيين، شفنا شيوخ العشائر من العراق كله اللي بدأت تدعم البصرة ماديا ومعنويا في سبيل إنجاح هاي البطولة. شفنا منظمات المجتمع المدني اللي جاي تقاتل قتال الأبطال في سبيل إنه بس تنجح هاي البطولة اللي استهزأت بها الناس واللي قالوا بطولة صغيرة، فهي بداية غيث. فإحنا نقول دائما أول الغيث قطرة، والقطرة حاليا بيدنا. أنا وأنت هم يوقع علينا جزء من هذا الحمل. ما مطلوب من عندنا شيء، فقط أن نكون منظمين، نحترم النظام ونكون نظيفين. نظافة شارعك هي جزء من ثقافتك. اتذكر أنه الجماهير اللي جايتك فهي جايتك من قطر وشافت ذاك التنظيم الخرافي لأهل قطر. ما مطلوب منك تسوي اللي سوته قطر، بس اسعى حتى نطلع العراق بأفضل صورة ممكنة من خلال هاي البطولة. وتذكر أنه كاس العالم بقطر بدأ بلعبة شاطئية على شواطئ الدوحة، وتحول إلى حلم وهاجس القطر إلى أن أصبح حقيقة. فهاي البطولة هي أول قطرة من الغيث اللي ينتظرنا. فنجاح هاي البطولة هي نجاح العراق بأكمله، بحكومته، بشعبه، برياضته، بسياسته، باقتصاده، بكل شيء. وشفنا الدعم الخليجي اللي ما قصروا أصلا بدعمنا إعلاميا وسياسيا واقتصاديا وبكافة المجالات، بس في سبيل تنجح البصرة في تنظيم هاي البطولة. ويا هلا بالخليج.